السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. جايه لكم بوصفتين جمال، وكمان وصفتين في اوام هتعمليهم مش هياخدوا منك اي مجهود واي وقت ان شاء الله. المكرونه الاسباجيتي والفراخ المشويه باسهل طريقه ان شاء الله، وهتعجبك باذن الله وهتدعي لي لما تجربيها. اول حاجه هنسمي ونصلي على الرسول، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. الطبق يعني بيتكلم لوحده. طبعا اول حاجة انا معايا فرخة قطعتها، يعني تقطيعة كده صغيرة بحيث ان هي ما تبقاش يعني تستوي معايا بسرعة، يعني في التتبيلة كل ما الفراخ تبقى صغيرة بتبقى طبعا احلى. وحتى اللي بيشوي لك فراخ في المطعم بيشوي الفراخ الصغيرة عشان ما تبقاش فيها دم يعني، وما تبقاش ناشفة في لما تشويها. بعد ما تشويها لما تكون كبيرة بتبقى ناشفة شوية عن الفراخ الصغيرة. اول حاجة معايا للتتبيلة، طبعا انا عاوزه اقولك ان انا غسلت الفراخ وبالليمون وبالخل ونقعتها شويه وشويه دقيق عشان يمنع الزفاره، وسبتها لمده كده ساعه لغايه لما اعمل التتبيله بتاعتي. التتبيله عباره عن ايه؟ عباره عن صلصه، يعني حطيت 3 معالق كبار من الصلصه، و3 معالق لبن، و3 معالق زيت، وحطيت ملح، وحطيت فلفل اسمر، وحطيت البهارات اللي عندي. اي بهارات عندك حطيها. لو عندك بهارات فراخ، بهارات 7 بهارات حطيها، بتديلك برضو نكهة حلوة وطعم حلو. وطبعا لو عندك عاوزة تبشري بصلاية حطي. انا ما استكفيت ان انا احط البهارات التانية، يعني الملح والفلفل والبصل البودر والثوم البودر، ويعني استكفيت بكده يعني. طبعا بعد ما عملت التتبيلة انا طبعا بحب ان انا افرش بصل وفلفل وطماطم في الارضيه علشان تدي لها طعم حلو، وفي نفس الوقت احنا بناكلها يعني بتبقى طعمها جميل، لان الصوص كله بينزل فيها الصوص بتاع الفراخ والتتبيله، وكله بينزل في الخلطه اللي انا هعملها ديت، خلطه الطماطم والفلفل والبصل. بتبقى طعمها لذيذ جدا، يعني جربيها هتبقى جميلة وهتعجبك بإذن الله، وتشرفك قدام ولادك وقدام ضيوفك بأمر الله. طبعا انا عملت الخلطة. بعد ما عملت الخلطة خدت معلقتين 3 من الخلطة اللي انا عملتها قبل ما احط الفراخ، وبعد كده حطيتها على الخلطة بتاعت الطماطم والفلفل والبصل. قلبتها كويس قوي لغايه لما اتشربت كويس، واتاكدت ان هي شربت كويس قوي. بعد كده رحت حطيت بقى الفراخ، وزي ما انتم شايفين بشربها كويس قوي في الخلطه اللي انا عاملاها عشان تشرب كده وتبقى طعمها حلو وجميل. طبعا لو عندك زبادي حطي. انا استكفيت بال3 معالق لبن كبار، برضو بتطريها مع الليمون مع الخل، بيخلي الفرخه اللحم بتاعها طري كده وحلو. دهنت الصينيه زيت، وبعد كده فرشت اللي انا عملته، الفلفل والطماطم والبصل، فرشتها كلها في الارضيه، وبعد كده حطيت الفراخ، وبعد كده غطيتها بالورق الالومنيوم، وبعد كده حطيتها في الفرن لغايه ما اتاكدت ان الفراخ بتاعتي استوت. رحت شلت الغطا بتاع الورق الالومنيوم، وبعدين حطيتها تحت الشوايه، وخلاص على كده ما غابتش معايا، ما خدتش اي وقت، لان انت مغطياها. لما بتتغطى بتستوي بسرعه معاكي. وبعد كده تولعي الشوايه وتحطيها تحت الشوايه. تاني حاجة، طبعا بعد ما عملت الفراخ قلت بقى ايه، هعمل ان شاء الله شوية مكرونة جنبها، مكرونة سباكيتي. فان شاء الله يعني لو لسه معايا في الفيديو
ما تنسينيش في اللايك وفي الشير يعني فضلا وليس امرا، وكومنت كده تشجيعي لاختكم برضو، ويبقى جزاكم الله خير. وطبعا انا رايكم بيهمني لما بتقولي لي ان الوصفه عجبتك او ما عجبتكيش، يعني رايكم على دماغي من فوق. وطبعا انا يعني بشكر اي حد اشترك معايا جديد، بشكره جدا، وربنا يبارك له وجزاه الله خير، وان شاء الله يستفيد باذن الله، بامر الله يستفيد، والكل ان شاء الله يستفيد. زي ما انتم شايفين انا حطيت الورق الالومنيوم على الصينيه، وبعدين حطيتها في الفرن لغايه لما اتاكدت ان هي استوت، وزودتها شويه ميه صغيرين، لان طبعا انتوا عارفين الطماطم والبصل والفلفل بينزلوا ميه، فانت ما تحطيش ميه كتير، يعني يا دوبك بقين كده ميه، وغطيها. طبعا هي العرق والفراخ وكله بينزل ميه. حطيتها على الرف الاخير قبل يعني الاخير، يعتبر الاخير على الشبكه، عشان قوامت تغلي يعني بسرعه معايا. طبعا بتولعي الفرن قبليها، وانتي بتشتغلي يعني في الفراخ بتولعيه مثلا لمده ربع ساعه، عشان الفرن يبقى حامي وقوام، يعني قوام يغلي معاكي، وما ياخدش وقت ان شاء الله في السوا. بعد كده زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله، انا اديتها يعني ايه وش من فوق من الشوايه، وبعد كده بقى غطيتها تاني وايه وسبتها. وطبعا الوصفه التانية عملت المكرونه، طبعا لبنات الصغيرين اللي لسه طبعا لسه بيتعلموا، يعني بنحطه في الميه زيت وملح علشان خاطر المكرونه تشرب من الملح، والزيت بيخليها ما تعجنش معاكي. فبتقلبيها بالشوكه علشان خاطر تتفكك معاكي، ما تقلبيهاش بمعلقه، قلبيها بالشوكه الخشب عشان تتفكك معاكي وما تبقاش معجنه. بتقلبيها كل مثلا دقيقتين كده تقلبيها، وهي ما بتاخدش وقت، يعني هي يعني 5 دقايق وبتبص تلاقيها استوت معاك على حسب نوع المكرونه. انا هنا في الحله ضفت شويه زيت، علشان الزيت بيخليها كده بتديها لمعه. عاوزه تضيفي كمان معلقه سمنه بتبقى جميله برضو، بس المكرونه الافضل ليها الزيت، لان بيخليها كده ايه مفرفره، وما تبقاش ماسكه في نفسيها كده. انا بحط بصلايه وسط، وبخليها كده زي حمرة كده، شبه اللي كأنك يعني زي اللون كده الايه الوردي، لون البصل الوردي اللي انت بتعمليه للكشري. وبعد كده بتروحي تحطي الطماطم، وبتحطي فلفل، ولو عندك واحدة ماجي حطي، ما عندكيش مفيش مشكلة، الفلفل جميل مع كفاية قوي. لو عندك اضافة تانية حطي، مفيش مشكلة، اضافات تانية من البهارات. لكن انا استكفيت بواحدة فينفوز، وحطيت الملح والفلفل الاسمر، وخلاص على كده سبتها لغايه لما اتسبكت. وبعد كده ضفت عليها المكرونه وقلبتها، وبعد كده قدمتها في سرفيز، يعني سرفيز حلو كده، علشان خاطر يبقى برضو ايه، طبعا العين بتاكل قبل البق، فلازم انت تقدمي لولادك حاجة نظيفة كده وحاجة تشرفك، علشان خاطر يتبهروا بحاجتك، وما يصدق، يعني مش هيصدقوا ان انت اللي عاملة الحاجة ديت، ونفسهم كمان تتفتح، وربنا يبارك لك فيهم يا رب. فزي ما انتم شايفين انا عملت الصلصة، وبعدين زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله تبارك الله، الصلصه طبعا بتاعت المكرونه لازم تبقى حمرا كده عشان تفتح النفس كده وتبقى جميله، وطعمها ما اقولكمش كانت ما شاء الله حكايه يعني. فتبارك الله عملت المكرونه وعملت الفراخ، ما خدتش اي وقت معايا ولا اي مجهود، وكانت طعمها جميل والذ من اللي انت بتجيبيه من بره. وطبعا عودي ولادك ان انت اللي تعملي لهم في البيت، ما تشتريش حاجه من بره. باقل التكلفه وباقل البهارات عملت الخلطه، وكانت جميله، ولا بقى الصوصات الكتير ديت ولا حاجه، وكانت جميله، وبسم الله ما شاء الله تبارك الله، كانت طعمها بهرت الولاد، وما صدقوش ان انا اللي عاملاه، يعني من كتر طعمها كان جميل يعني.
طبعا الفلفل والطماطم والحاجات ديت، الصوصات ديت بتتاكل، تاكليها بالعيش، ممكن مثلا تحطيها على المكرونه. لو انت حابه ان انت تعمليها مثلا جنبها رز ابيض اعملي. بس انا النهارده قلت يعني هعمل مكرونه سباكيتي، وانا رغيت كتير ومش عاوزه اوجع دماغكم. يا رب اكون ضيفه خفيفه على قلبكم. وكان معاكم ام زياد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.